السلام عليكم، حياكم الله واهلا وسهلا بكم في اولى حلقاتنا من السلسله الجديده نجوم. ولكن السلسله اللي هنتكلم فيها عن نجوم اوقفتهم الاصابه او بسبب انتقالهم لنوادي اخرى او بسبب ظروف حياتهم الشخصيه، ايا كان السبب. فلو متحمس للسلسله الجديده ما تنسوش تدونا اللايك المتين وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات وتنشروا المقطع في كل حته. ويلا بينا نبدا بقصه ادريانو. I played with great champions. I played with players that already was wow. I played with players that I saw was a talent became wow. But the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano. Because the way he was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. أدريانو ليدي ريبيرو ولد في 17 فبراير في عام 1982 في البرازيل. أدريانو كان زيه زي أي طفل، كان واخد أبوه مثل أعلى وكان نفسه يبقى لاعب كرة قدم لسببين. السبب الأول إن هو كان عايز ينتشل عيلته من الفقر، والسبب التاني وده كان المهم جدا لأدريانو إن هو يحقق حلم أبوه اللي كان نفسه يشوفه لاعب كرة قدم. وأدريانو كان متعلق جدا بأبوه وكان نفسه يحقق له حلمه. بداية مسيرة أدريانو في عام 1999 تحديدا لما أحد كشافين نادي فلامينجو شاف أدريانو في أحد ماتشات الشباب في البرازيل وأعجب بيه جدا وخلاه يوقع لنادي فلامينجو وهو في عمر 17 سنة فقط. وقتها المهاجم لازم في العالم أو في البرازيل يمتلك أحد الصفات الثلاثة، إما إن هو يكون سريع أو إن هو يبقى طويل أو إن هو صاحب رجل قوية. أدريانو كان بيمتلك التلات حاجات، كان سريع وطويل وصاحب رجل شمال ما بترحمش، حتى ان وقتها كانوا في البرازيل بيلقبونه بالظاهرة رونالدو. وبعد سنتين من لعب أدريانو لفلامينجو لعب خلالها 46 مباراة، دخل 44 هدف، بيجيله عرض من انتر ميلان. وفعلا أدريانو راح ووقع مع انتر ميلان ب 13 مليون يورو وهو في عمر 19 سنة فقط، ليلعب بصفوف اللاعب اللي بيلقبونه شبهه وهو الظاهرة رونالدو. أدريانو استفاد جدا باللعب بجانب الظاهرة، استفاد منه حاجات كتيرة. أكتر الحاجات اللي استفاد منها أدريانو إزاي يتأقلم بسرعة مع النادي وإزاي يكسب حب الناس. بداية أدريانو مع نادي الإنتر ما كانتش أحسن حاجة. أدريانو ما كانش لاقي لنفسه المكان الأساسي وسط النجوم الكتيرة جدا اللي كانوا موجودين وقتها في صفوف الإنتر. أدريانو وقتها لعب 8 مباريات ما بين الأساسي والاحتياطي، قدر يدخل هدف يتيم. وقتها الإدارة قررت إن هم يعيروه عشان يبدأ يكتسب الخبرات. أولى إعارات أدريانو كانت لنادي فونتينا في الدوري الإيطالي. وقتها أدريانو لعب 15 مباراة، قدر يدخل 6 أهداف، الرقم اللي كان مقبول جدا وهو بيلعب في أحد أفضل الدوريات الدفاعية وهو الدوري الإيطالي. تاني إعارات أدريانو كانت لصفوف نادي بارما، وإدارة بارما كانوا مقتنعين جدا بموهبة أدريانو، حتى إن هم دفعوا 9 مليون يورو وحطوا الأسطورة فابيو كانافارو مقابل نصف بطاقة أدريانو. تقول لي يعني إيه نصف بطاقة أدريانو؟ أقول لك إن وقتها الإنتر كان معاه نص البطاقة وبارما معاها نص البطاقة، وفي النهاية اللي عاوزه يدفع أكتر ويبقى لصالحه. وكان في الدوري الإيطالي مسموح بالكلام ده، وفعلا أدريانو بيروح على سبيل الإعارة لنادي بارما. وفعلا بدأ أدريانو مع نادي بارما، وكان أدريانو متألق جدا معهم، وفي أول موسم لعب 34 مباراة دخل 23 هدف. وقتها الموسم الثاني نادي الإنتر باعوا الظاهرة وكانوا بيتنافسوا مع نادي بارما على المركز الرابع، مين اللي هياخد المركز الرابع ويتأهل لدوري الأبطال. وقتها جماهير الإنتر طلبت إن أدريانو يرجع تاني، ووسط ظروف فقر او المشكلة المالية لنادي بارما كان لازم يبيعوا أدريانو. وفعلا باعوا نص بطاقته التانية ب 23 مليون يورو، ويروح أدريانو نادي الإنتر. ويجي عامل الصدفة ومباراة تحديد المركز الرابع ما بين الإنتر ونادي بارما، ويجي أدريانو ويدخل الهدف الوحيد ويكسب الإنتر الماتش ويخليهم يوصلوا لدوري الأبطال. وفي عمر ال 21 سنة أدريانو بينتهي عقده مع نادي الإنتر. وقتها الإدارة قررت إن هم يجددوا العقد معاه، ووقعوا معاه بمبلغ 24 مليون يورو، الرقم الكبير جدا وقتها. ومن بعدها تبدأ مسيرة أدريانو الرائعة،
وفي كل موسم بيطلع هو الهداف بتاع الفريق ويجيب أهداف كتيرة. وقتها الجمهور لقبوه بالإمبراطور إلى منتصف عام 2004. وتيجي مكالمة لأدريانو بتقول له إن أبوه توفي. وقتها زميله في الغرفة زانيتي بيحكي عن الواقعة اللي حصلت، وبيقول أدريانو أول ما سمع الخبر انهار على الأرض بالبكاء وبدأ يصرخ وكسر الموبايل. أدريانو فضل في الحالة دي وحالة الاكتئاب لفترة قصيرة، وبعد العزاء وكل الكلام ده أدريانو رجع وكمل الموسم مع نادي الإنتر، وكان كل هدف بيجيبه بيهديه لروح أبوه. زملائه وقتها في الفريق كانوا بيقولوا أدريانو اتغير من بعد ما سمع الخبر ده 180 درجة. وبعد نهاية الموسم أدريانو اتمكن منه الاكتئاب. أدريانو بدأ يشرب ويسكر. أدريانو اللي كان بيقول أنا بقعد أشرب عشان أقدر أنسى، دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أعيش فيها حياتي. أدريانو اللي كان مرة يروح التمرين ومرة لأ، ولو راح التمرين بيبقى متأخر، الأمر اللي كان باين جدا في مستواه في الملعب. إدارة الإنتر اللي كانوا مقتنعين جدا بأدريانو إن هو يقدر يتجاوز الأمر ويرجع تاني، فضلوا متمسكين فيه إلى موسم 2009. وفي موسم 2009 مورينيو بيبلغ الإدارة إن هم لازم يودوا أدريانو المصحة نفسية، ويطلع ويقول إحنا هدفنا نرجع أدريانو الإنسان قبل ما نرجع أدريانو اللاعب. أدريانو فضل في نفس الحالة وفي حالة الاكتئاب وما استفادش أي حاجة من المصحة النفسية. وزي ما قالت أم كلثوم إنما للصبر حدود، تنتهي علاقة أدريانو بنادي إنتر ميلان. وقتها أدريانو حاول تاني مع نوادي أخرى، رجع البرازيل وكان ليه تجربة في إيطاليا ولكنهم فشلوا، ليعلن أدريانو الاعتزال. ويرجع أدريانو للقرية الفقيرة اللي عاش فيها هو وأبوه، على أمل إن هو يشوف روح أبوه حواليه ويقدر يعيش اللي باقيله من أيامه. أدريانو كان مشروع نجم كبير جدا، ولكن بسبب موت أبوه كل حاجة اتدمرت. فعلا في ناس كده لما يموت لهم حد ما بيقدروش يكملوا حياتهم، كان منهم أدريانو.